أهلا بكم. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الاثنين أن الفريق بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراة أمام مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من نادي الهلال والنصر السعوديين في 19 من الشهر الجاري، وذلك بعد أيام من انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الأخيرة. وسيتوجه الفريق الباريسي إلى العاصمة القطرية الدوحة في 17 من يناير الجاري، حيث يستمر في إقامة معسكر تدريبي ومباريات ودية منذ استحواذ الصندوق القطري للاستثمار الرياضي على ملكية النادي في عام 2011. وكان الضون انتقل بصفقة خيالية إلى صفوف النصر السعودي حتى عام 2025 مقدرة ب200 مليون يورو قادم من مانشستر يونايتد الإنجليزية. يأتي وصوله في إطار رغبة السلطة السعودية في تسليط الضوء على كرة القدم في البلاد، ومنها تقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لتنظيم مونديال 2030 حسب التقديرات، وذلك بعدما استضافت الشرق الأوسط كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها في قطر مؤخرا. وستتجه الأنظار بطبيعة الحال إلى مواجهة رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، وخصمه التاريخي ميسي الفائز بها 7 مرات، وذلك على استاد الملك فهد الدولي في الرياض. وجمعت اللاعبين منافسة قوية بين العامين 2009 و2018 عندما لعب كلاهما في الدوري الإسباني بوجود ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا لك على حسن المتابعة والإنصات. لا تنسى فضلا الاشتراك واترك لنا تعليقك المميز أسفل الفيديو. السلام عليكم.